ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده بقى هنعصفر ليمون وهنحط عليه الفلفل الاحمر وهنخزن الليمون في الفريزر طبعا عشان بيبقى غالي في رمضان. وهنعمل فلفل طبعا حامي على بارد برضو ينفعك في مخللات بتنجان. ممكن تحطيه على اي سلطة او اي حاجة هيعجبك ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين اهوت انا مستخدمه الليمون اهوت اللي انا هسلقه، والفلفل جميل اهو، والاحمر على بارد اهو اللي احنا هنفرمه ونحشي بيه برضو فيه شويه ليمون كده جميل. تمام كده اهوت. انا حبايبي انا حاطه ميه على البوتاجاز دلوقتي عشان اسلق عليها الليمون. هسمي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنزل بالليمون اللي انا غسلاه اهوت. انا بصراحه ربنا بحبه مهر الليمون، مش بحبه عشان اكله على طول في 15 يوم. تمام. زي ما انتم شايفين الفلفل ده طبعا انا هقطعه طبعا واطلع البذور منه عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، وبعد كده ارجعوا له تاني نفرمه في الكبه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد ما قطعته وخلصته اهوت من البذور اللي فيه، احط بس عليه معلقتين ملح كده اهوت وافرمه في الكبه. بسم الله. احط كده بقى تدريجيا لحد ما اخلص الكميه اللي قدامي. تمام او كده انا فرمته زي ما انتوا شايفين ما شاء الله عليه. هنزل بقى عليه كده في البولة. بسم الله. شايفين جميل ازاي؟ هو في المعقول يعني حامي على بارد عشان يبقى في المعقول كده. تمام. تعالوا بقى ايه نخزن بقى الليمون دوت في الفريزر. ينفعنا في سلطه، ينفعنا في كل حاجه عشان بيغلى في رمضان. بس يا حبيبتي طبعا انت لازم بعد ما تغسليه تنشفيه خالص عشان ما تحولش عليه تلج. تمام كده دوت عشان يبقى سهل في ايه، تيجي تعصريه اول ما تطلعي منه تحطيه في كوبايه كده من الحنفيه هيفك على طول. شايفين؟ هطلع بس منه الهوا كده اهوت اهو، حسب طبعا الكميه اللي انت عايزاها. تمام كده اهوت. تعالوا بقى نفرز ايه الفلفل الاحمر الجميل دوت. طبعا جايبه اكياس تلاجة زي ما انتوا شايفين اهوت. بسم الله. تمام او كده طلع برضو منه الهوا اهو. شايفين؟ ده يسهل عليك في كل حاجه، حلو وجميل ولا تدقي بقى ولا حاجه وطبعا التوم شغاله وممكن تعملي تفرمي التوم برضو يبقى سهل عليكي في رمضان، توفري في الوقت معاكي. طبعا بعد ما عملته على كيسين اهوت خليت بقى ايه طبعا معلقتين كده هقول لكم اعمل بهم ايه. شايفين الليمون اتسلق ازاي وجميل وبقى طري جدا. هعمله بس كده 4 ارباع كده عشان الشكل بتاعه. تمام اوي كده. انا اخلص بقى كل الكميه اللي قدامي وارجعوا لي تاني عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. تمام اوي كده. بعد ما قطعته زي ما انتوا شايفين اهو 4 ارباع اهوت. تعالوا بقى نحشيه. انا طبعا شويه معلقتين الشطه اللي انا شايلاهم اهوت، الثوم الاحمر الفلفل الاحمر اسفه، والعصفر طبعا وحبه البركه. حط عليها بس معلقه ملح كده اهوت. يبقى احنا فهمنا هنحشي طبعا بالفلفل الاحمر وهنحشي بالعصفر وحبه البركه. تمام كده اهوت. تمام. بسم الله. عندي برطمان اهو زي ما انتوا شايفين، احط عليه شويه فلفل كده، اعمل رق فلفل كده. تمام اوي. هنحشي بقى العصفر وحبه البركه وحبه الملح اللي انا ضايفاها عليهم اهو. اعمل طبقه وطبقه، طبقه بالفلفل الاحمر وطبقه بالعصفر وحبه البركه. وطبعا زي ما انتوا عايزين يا حبايب قلبي، حبيتي تحطي فلفل بس ماشي، حتى تحطي عصفر وحبه البركه ماشي، مش هنقف على حاجه. اللي عندك متوفر احشي بيه، الاتنين اجمل من بعض صراحه. تمام اوي كده. بس تسلقي جامد الليمون عشان تاكلي منه بعد 15 يوم ان شاء الله. ينفعك بقى في رمضان والعزايم وكده في منتهى الجمال. شايفين جميل ازاي؟ تحفه، بيتكلم عن نفسه صراحه. هحط بقى محلول ميه اهوت، عليه بقى حبه فلفل احمر كده اهوت، وحطيت عليه معلقتين من الملح. تمام اوي كده. واغطي بيه البرطمان الجميل التحفه دوت. بسم الله. عشان طبعا حاشة الليمون في ملح، والعصفر حبة البركة حتى ملح، والفلفل الأحمر برضو حتى فيه ملح، ففي المعقول يعني عشان ما يبقاش حادق قوي. تمام قوي كده. شايفين؟ بيتكلم عن نفسه، مفيش ولا أجمل ولا أسهل من كده. خلص بقى الكمية ورجعوا لي تاني.
ده الشكل النهائي معاكم يا حبايب قلبي. يلا بقى جربوا وقولوا لي ايه رايكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش بقى في الشير واللايك واشتراك في القناه عشان ينزل كل جديد، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.